هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 13 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وفيها نقدم الجزء الثاني من المقابلة التي أجريناها مع الأستاذ محمد علي شعب، عضو القيادة المركزية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا تبدي استعدادها للتوسط بين الصومال وإقليم أرض الصومال. غرق العشرات من المهاجرين الأفارقة قبالة السواحل التونسية. الولايات المتحدة تحث المجلس العسكري السوداني على سرعة تسليم السلطة للمدنيين. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. قال نائب رئيس وزراء الصومال مهدي محمد جوليد بأن إريتريا أبدت استعدادها للتوسط بين بلاده وإقليم أرض الصومال المنفصل. وقال الوزير في موقع جاروا الإخباري بأن إريتريا أبدت استعدادها للتوسط وأن بلاده ترحب بالمبادرة. وكان وزير الخارجية الإريتري ومعاونه يماني جبرآب قد زارا الإقليم في وقت سابق، والتقيا مع رئيسه وأعلنا عن استعداد إريتريا للتعاون مع الإقليم والصومال في التوسط بين هرقيسا ومقديشو. وكانت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين قد تمت في عدة عواصم أفريقية، ولكنها جميعا باءت بالفشل، وتبدو الشقة بين الطرفين كبيرة، خاصة بعد انفصال الإقليم وإعلانه الاستقلال من جانب واحد عام 1991، وهو الأمر الذي ترفضه مقديشو بحجة أن الإقليم هو جزء من الصومال تاريخيا، ويتمتع الإقليم باستقرار سياسي واقتصادي بالمقارنة مع الصومال، ورغم عدم الاعتراف به دوليا إلا أنه يرتبط بعلاقات غير دبلوماسية مع العديد من الدول. ذكرت منظمة الهجرة الدولية بأن 50 مهاجرا لقوا حتفهم ظهر يوم الجمعة الماضية على بعد 20 كيلومترا من شواطئ مدينة صفاقس التونسية. وقالت بأن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن زورق بلاستيكي انطلق من السواحل الليبية. وقرق الزورق على بعد 40 ميلا بحريا عن الشواطئ التونسية، وغالب من كانوا فيه هم من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء كما قالت المنظمة. وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد الزكري بأن قوارب صيد كانت قريبة من المنطقة أنقذت 16 من المهاجرين قبل تسليمهم لخفر السواحل التونسي المعروف باسم جيش البحر. حث جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي المجلس العسكري في السودان على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد. وتحدث سوليفان هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك وفقا لما ذكره راديو سوا الأمريكي مساء يوم الأربعاء، معربا له عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني إلى مستقبل حر وديمقراطي. ودعا نائب وزير الخارجية الأمريكي المجلس إلى التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض بما يعكس إرادة الشعب السوداني. وأكد سوليفان على تطلعات واشنطن إلى احترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير. من ناحية أخرى، دعت قوى الحرية والتغيير إلى حالة عصيان مدني شامل في السودان إزاء تلكؤ المجلس العسكري الانتقالي في الاستجابة إلى الإعلان الدستوري الذي قدمته قوى الحرية والتغيير. وقالت القوى بأن المجلس يماطل ويسوف ويريد الاحتفاظ بالسلطة رغما عن الرغبة الجماهيرية العامة، والتي تطالب بتسليم السلطة لمدنيين، وهو المطلب الذي تحث عليه دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الأفريقي الذي أمهل المجلس 60 يوما لتسليم السلطة ابتداء من الأول من الشهر الجاري. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى لنشرة للأخبار
وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إريتريا تبدي استعدادها للتوسط بين الصومال وإقليم أرض الصومال. قرق العشرات من المهاجرين قبالة السواحل التونسية. الولايات المتحدة تحث المجلس العسكري السوداني على سرعة تسليم السلطة للمدنيين. هذه إذاعة إرنا. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. وحلقة اليوم نخصصها لتناول الجزء الثاني من المقابلة التي أجريناها في باريس مع السيد محمد علي شعب، نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، والذي عقد مؤتمره الثاني في أبريل الماضي في السويد. وكنا في الحلقة الأولى قد تطرقنا إلى محاور عدة، وأهمها مشاركة الفعاليات والإريتريين المقيمين في السودان في مداولات المؤتمر الثاني الذي عقد في ستوكهولم. وتطرقنا كذلك إلى غياب الإعلام في أعمال المجلس والمهام والتحديات التي تواجه المجلس في ظل غياب العمل الإعلامي. وتطرقنا كذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى كيفية خروج المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي من تحت العباءة الإثيوبية. وتناولنا كذلك معايير انتخاب القيادة الجديدة للمجلس في ظل الانتقادات المتزايدة لهذه القيادة الجديدة، إضافة إلى محاور أخرى. وفي حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث نكمل معكم اللقاء الذي أجريناه مع السيد محمد علي شعب، فأهلا ومرحبا بكم إلى مضابط الحوار. هذه إذاعة إرنا. حول الأجندة، يعني ما هو الآن برنامج العمل الملح أمامكم؟ الأولويات 1 2 3، ما هي أولويات المجلس للمرحلة المقبلة؟ إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. أولوياتنا تكمن أولا طبعا الانفتاح على قوى المعارضة، ثانيا الانفتاح على شعبنا. إنه كل هذه البرامج إذا ما قدرت تجذب الشعب الإريتري ويتعاطف معاه ويتعامل معاه، ففي النهاية تجارب أو برامج فاشلة يعني. فنحن مهمتنا الأساسية أول حاجة يعني نصفي الأمور والقضايا اللي كانت بيننا، الخلافات اللي كانت عاوزين نبدأ في تصفيتها، والاتجاه في بناء الثقة موجود يعني. ثاني حاجة هو بناء علاقات دولية مع كل الدول المحيطة، إنه كمان إذا مهامنا هو المهام الثاني كيف يكون عندنا علاقاتنا بالداخل بشعبنا والرفع الظلم عنه. ثاني حاجة هو الضغط على النظام بكل الوسائل المتاحة لنا، سواء الدبلوماسية أو غير الدبلوماسية البحتة، من خلال هذا التحرك الموجود، الشعب الموجود. فهذه الوسائل اللي حنعتمد عليها، ودي برنامجنا، وده ما يتم إلا بتقويتنا، وفي نفس الوقت يعني التفاؤل، يعني التعاون، المناقشات الجادة، الابتعاد عن الخلافات، الابتعاد عن القضايا المثيرة، التشويه. هذه القضايا ما تخدم قضيتنا بالتحديد، والرجاء ثم الرجاء أن نبتعد عنها. وبابنا مفتوح لكل المناقشات، حتى الأخوان اللي قاعدين ينتقدوا أهلا وسهلا بهم، نحن نرحب بهم، وبابنا مفتوح ومناقشاتنا مفتوحة. فدي قضية عامة تشمل الجميع وليس المجلس الوطني. نحن جزء من هذا الشعب، وحنعمل في تسوية خلافاتنا وتطوير أعمالنا وأدواتنا اللي نقدر نطمح بها النظام الموجود في إريتريا يعني. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. جيد. لازلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تستمعون إلى اللقاء الذي تجريه إذاعة إرنا مع الأستاذ محمد علي شعب، نائب رئيس القيادة المركزية بالمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. أستاذ محمد علي، انعقاد المؤتمر في السويد يشير إلى أنه بحسب الكثير من المصادر إلى أن المجلس خرج من تحت الوصاية الإثيوبية والتدخل
الأجنبي في شؤونه وفي تصريف أموره. هل يعني طبعا لكل بلد إيجابياتها وسلبياتها. ربما السويد كل من يستطيع أن يشارك في مؤتمر طبعا من المقيمين في أوروبا وأمريكا وأستراليا، لأنه إمكانية دخولهم إلى السويد أسهل مثلا من القادمين من الشرق الأوسط والسودان. فما هي سلبيات وإيجابيات انعقاد المؤتمر في دولة كالسويد من ناحية الاستغلالية ومن ناحية المشاركة؟ يعني سؤال هو إنه هل ناس السودان كانوا موجودين بالتمثيل المناسب؟ زي ما قلت لك أتمنى المرحلة دي انتهت بتدخلاتها الخارجية والآن إحنا بدأنا بمرحلة جديدة اللي هي يعني مرحلة السويد. تعتبر يعني المؤتمر كان في جو ديمقراطي، الآراء ما كان في أي تدخلات سواء أجنبية أو غير أجنبية اللي كانت تدعى واللي كان يقال عنها. يعني الآن إحنا بالتحديد يعني حنبدأ صفحة جديدة، والصفحة الجديدة زي ما قلت لك انطلاقة جديدة هي، واستفدنا من التجارب الموجودة في الدول الأوروبية والمناقشات اللي كانت موجودة، وحتى اللوجستية. يعني استطعنا أن الأخوان الموجودين في السويد قدروا يقدموا لنا الدعم اللي كان نطمح فيه من الناحية اللوجستية والأدبية وكل حاجة. المهم يعني أخواننا في السودان شاركوا عبر الوسائل الحديثة، كانوا معنا مشاركين ومتابعين. يعني قد لكن نتيجة الظروف الموجودة في السودان تصعب عليهم بعض الاتصالات، ولكن كانوا متابعين، يعني متابعين عبر كل الوسائل، سواء الاتصال الشفوي، الاتصال التلفوني، أو خلال السكايبي، أو من خلال تابعونا، ومتابعتهم كان موجودة، وحصتهم كمان موجودة في القيادة السودان. قد يكون أخذ حصة كبيرة نتيجة للاجئين الموجودين، وقيادات حتشارك. يعني أما عدد كبير أخذوا من القيادات الموجودة سواء للرعيل أو هنا موجودين، يعني مشاركتهم موجودة. فالسودان هو خلفيتنا، هو وشعبنا الموجود في سوريا كمان، وشعبنا الموجود في الشرق الأوسط هو همنا الأساسي. لكن نتيجة لهذه العوامل اللي ذكرتها، عوامل صعبة، يعني نتيجة التحرك، نتيجة الظروف اللي قاعدين نعيشها نحن كاريتريين وكمعارضة، ظروف صعبة هي، ولكن المشاركة موجودة، والرسائل كانت تصلنا بشكل مستمر، وحتى طروحاتهم وأفكارهم وتوصياتهم أخذناها بعين الاعتبار، والناس هتعمل بشكل أساسي وجدي عشان ترجع لقواعدها، وهم الأساس في نفس الوقت، وهم الجبل الخلفية بتاعنا هم. فحننادل كل شيء يرجع لهذه الفئة يعني. فعدم مشاركتهم جات نتيجة الظروف اللي ذكرتها، يعني عوامل تأشيرة والظروف المحيطة يعني السويد والى آخره يعني. فما حبيت أدخل في أكثر من كده، ما أقدر أتكلم فيها، لأنه مسألة هم عارفيننا ومقدريننا يعني. هذه إذاعة إرنا. أستاذ محمد علي، كما ذكرت أن المجلس الوطني من أولوياته الآن الانفتاح على كل قوى المعارضة الإريترية، الانفتاح على الشعب الإريتري، التواصل، محاولة حل الخلافات. هذه أولويات العمل. هذه الأولويات تحتاج في رأينا يعني، أو كما نظن، ربما نتفق أو نختلف، إلى عمل إعلامي. يعني حتى بيان المؤتمر وتكوين قيادته وكذا أخذ وقت يعني للإعلان عنه. فالجزء الإعلامي هناك انتقادات حية أنه المجلس خلال الفترة الماضية لم يكن له موقع على الإنترنت بحيث أنه يتواصل مع الآخرين ويوصل رسالته. فكيف يعني تقومون بهذا العمل في ظل غياب العمل الإعلامي؟ هل هناك خطة محددة المعالم بالنسبة للعمل الإعلامي للمجلس بما يشمل الحوار مع الداخل والحوار مع قوى المعارضة والحوار حتى مع المنظمات الشقيقة والدول ضمن أولويات العمل المقبلة؟ طبعا أي عمل لابد أن يكون له، إذا ما أنت ما قدرت تتواصل مع شعبك ويكون عندك يعني آلة إعلامية تعبر عنه أو تنقل وجهة نظرك لشعبك، فشيء غير إيجابي طبعا يعني. فحاجة من المؤسف أنه نتيجة لظروف العوامل اللي مر بها المجلس ما قدر حتى برامجه السابقة ما قدر يعبر عنها وما قدر يوصلها لشعبه. ولكن الآن متأملين أنه جهاز حيكون في جهاز قائم، جهاز إعلامي حيركز وحيوسي، حيعمل بحيث أن الآلة الإعلامية للمجلس تشتغل وتدور
لكن هو المطلوب هو الكادر موجود، ولكن الإمكانيات غير متوفرة. وحنعمل بالإمكانات المتاحة لنا. يعني نحن هسه ما حنقول ما عندنا، لكن حنأسس بأسلوب جديد. حنتكلم ده هو الاستراتيجية اللي عندنا ووضعناها، ونتمنى أن ترى النور يعني قريبا، وحتشوف أنه أشياء كثيرة تغيرت وأشياء كثيرة حتكون موجودة. يعني بالنسبة لتأخير البيان له ظروف الخاصة، لأنه سياقته وترجمته أخذت وقت طويل نتيجة ظروف الناس اللي كانوا موجودين بعد انفذاض المؤتمر. يعني الدولة يعني ما بقول، لكن الجهة الإعلامية في النهاية طلعت البيان، وخرج البيان بالصيغة والتوصيات اللي وسينا بها. ونتمنى أن نتجاوز ونتعلم من تجاربكم، وأنتم كمان تساعدونا وغيركم يساعدونا. ونتمنى أنه أي كادر مقتدر وأي إنسان عنده القدرة يتصل بالجهات المسؤولة، ونحن على استعداد. هذا عمل نداء هو وعمل تطوع هو، ونرحب بأي أفكار وبأي شيء تطور هذا العمل. ودعوتنا نوجهها لكل الناس الموجودين اللي عندهم القدرة والكفاءة أن يتصلوا بالجهات المسؤولة، ونحن على استعداد كامل اللي نأسس هذا الشيء معاكم. هو موجود يعني، لكن تطويره حتى حنستمع أنه كيف نقدر نستفيد من تجارب إرينا وغير إرينا وكل الوسائل الإعلامية الموجودة. حنتكلم معها بحيث تدفع بالعمل الوحدوي وبالعمل النشاط بتاعنا أنه نعبر عنه بشكل جيد. هذا ما أقوله، وإن شاء الله حنظهر بالمظهر الجيد، وهذا ما نتمناه يعني بتعاونكم بمشاركتكم بكل. والدعوة أنا بوجهها لكل الأريتريين الحادبين على مصلحة الوطن أنهم يشاركوا في هذه الحملة الوطنية اللي حيقودها المجلس الوطني وغير المجلس. كل هذه القوى لابد أن تشارك وتكون يد واحدة، بحيث نخلع النظام ونأسس إلى دولة ديمقراطية تؤمن بالعدالة والديمقراطية لشعبنا. هذا ما ممتاز. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، لا زال يصحبكم في هذه المقابلة الأستاذ محمد علي شعيب، نائب رئيس القيادة المركزية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، ونتناول معه مخرجات المؤتمر الثاني للمجلس الوطني والذي عقد مؤخرا في السويد. أستاذ محمد علي، من ضمن الانتقادات، ربما كانت انتقادات يعني غير مبنية على أسس بناءة، انتقادات تتعلق بأن القيادة التي تم انتخابها في نهاية المؤتمر لم تكن ممثلة لأطياف الشعب الإريتري وكذا، فيقال أنها عبرت عن اتجاه واحد أو اتجاه قومي واحد. ما هو ردكم على هذا التساؤلات والانتقادات مثلا؟ هو من المؤسف أنه نحن انتخبنا القيادة بشكل عشان تنفذ لنا البرنامج. يعني ما قيمنا أنه مسائل أنه القوميات، القبائل، العشائر، هذه المسائل ما كانت موجودة. ثانيا يعني القيادة اللي انتخبت هي بالتزكية، والتزكية تمت نتيجة اللي ما بالمراد يعني انه ده من قومية فلان وده بعشائر فلان وده مكتب فلان، هي بالكفاءات. من يمتلك الوقت، من هو اللي عنده الوقت، من هو اللي عنده الكفاءة، من هو اللي يقدر ينفذ هذا البرنامج. فالناس اللي تطوعوا انه قالوا ان احنا والله على استعداد كامل، في جهة مراقبة موجودة، الجهة المراقبة حتراقب هذا الشيء من خلال الوسائل او البرامج المطبقة. اذا انا قضية القوميات، قضية انه تمثيل الفئوي وتمثيل هذا الشيء، ما نحن همنا الاساس انه كيف نقدر نطبق البرنامج، وضعنا البرنامج بالاسس السليمة. العناصر اللي انتخبوا او الناس اللي جو ما جابوا البرنامج او التفكير المطروح في خارج الاطار المجلس. الناس دي جو نتيجة الانتخاب والتزكية تمت، ولكن ودعنا أسس معينة أنه كل شخص يتحمل هذه المسؤولية لابد أن يكون ذو كفاءة، يؤمن بالتساوي، يؤمن بالقضية الوطنية اللي ننادل من أجلها. وللأسف الشديد الناس اللي بيتكلموا في بالمناطقية والفئوية، المجلس الوطني ما في الدورة الحالية الشيء ده ما موجود وما حيكون موجود. يعني ما حيكون موجود. الشخص اللي عنده الكفاءة
حيقود العمل، إذا فشل كمان حيقود شخص ثاني موجود حيقود العمل. هو نحن مهمتنا الأساسية إنه كيف ننفذ البرنامج اللي وضعناه. من ينفذه هذا فشيء ما يعنينا باتجاهه السياسي ولا باتجاهه الديني ولا باتجاهه الفئوي. ده اللي بقوله، ودي القناعة اللي عندنا كانت موجودة، وما كان أي اعتبار للشيء المطروح واللي قاعد يناقش. فأنا باعتقادي وما حاجة إنه النظام الموجود في أسمرة قاعد يستخدم هذا الشيء، وآلة الإعلامية بتاعه اشتغلت، وإنه قضايا كانت موجودة زمان في أواسي يقول لك ده فلان الفلاني وده جاد. هذا الكلام ما موجود الآن، نهائي ما موجود. وللأسف الشديد الأخوان اللي قاعدين يروجوا لهذا الشيء حتى ما راجعوا للقيادة، حتى ما سألوا الأسئلة الطبيعية اللي أنت قاعد تسألني لها كنا نرد لهم. يعني حتى طريقة الانتخابات تمت كيف، طريق الناس دي متطوعة، هي الشخص المتطوع أنت ما تجبره، ما تقول له تعال مثل فئتك. يعني أنا متطوع بوقتي بجهدي، يعني جاي من مكان بعيد، ما في حد دفع علي، أنا جيت بمال الخاص بتعبي بعرقي، جيت المكان ده. كل الناس اللي شاركت في المؤتمر كل واحد دافع قروشه عشان يعب، ما في واحد دفع له، لا دفعت له فئته الدينية ولا فئته السياسية ولا فئته. الناس دي جات عشان تشارك وتعبر عما قاعد يعانيه الشعب. إذا أنا إذا كان ده مفهومي هو، فكيف أطرح مفهوم الفئوي والديني والقبلي؟ فالشيء ده مرفوض، يعني ما موجود في الأساس وما حيكون موجود. يعني الناس دي متطوعة وقاعد تنادل وقاعد تعبر. فيما بعد إذا جاءت إريتريا والنظام الدكتاتوري راح، حتكون في معادلة موجودة، لكن للشخص الكفؤ، يعني ليس بالمناطقية ولكن للشخص الكفؤ اللي يقدر يحترم البرامج. ده هو بالتحديد اللي عاوز أقوله واللي عاوز أوصله. علينا في نفس الوقت ننبه لها إنه العناصر هذه الموجودة اللي قاعد تتناول هذا الشيء هي جهات مصنوعة من صنع النظام، بحيث إنه إحنا ما نتقدم، نعيش في الاريا اللي هو حدد لنا، الاريا القبلية، الاريا العشائرية. أنتوا أبقوا منخفضات، أنتوا أبقوا مرتفعات. هذا الشيء من الآلة الإعلامية للنظام الدكتاتوري في إريتريا هو اللي قاعد يصنع. نحن ما صنعناه، نحن طلاب حق، قاعدين ننادل من أجل الديمقراطية، قاعدين ننادل من أجل العدالة. والعدالة والديمقراطية يعني شخص ينادل بالديمقراطية، قاعد ينادل بالديمقراطية والعدالة، وفي نفس الوقت أنا أقول له يا أخي فئتك دي ما موجودة، زح من المكان ده. فأسلوب مرفوض يا أستاذ فتحي. فنحن ما نؤمن به وما حنشتغل به ولا نقدر نرد عليهم، لأنه هذول الناس عناصر فئة ضالة هي وتلت طريقة، وهي عناصر مبعوثة من النظام. هذا ما لكن شخص إذا كان يؤمن بالتغيير فعلى الأقل يسألك، يقول لك تعال شاركنا. فاعتقادي الكويسة في المؤتمر الفات ده أو مؤتمر ستوكهولم، الناس اللي جات اللي شاركت فيه كلها دافع قروشها من جيبها، دفعت من مكان من بعيد، من استراليا من امريكا، من كل ما جات عشان تغير، ناقشت قضاياها بامانه وبصدق، جابت قيادتها كمان بامانه وصدق. دي قد تكون في اخطاء موجوده، نعم، قد تكون في حاجات بسيطه حصلت، نعم، لكن ما نستطيع ان نرضى اي واحد. هذه النتيجه طلعنا بها وحنحترمها وحناخذ منها دروس طويله وعريضه، وان شاء الله نوفق. يعني هذا ما اقوله فرد على السؤال. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تستمعون إلى الجزء الثاني من المقابلة التي أجريناها مع السيد محمد علي الشعب، نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. شكرا. أنا أعتقد أنه الإجابة هذه واضحة يعني وواصلة، يعني لأنه حسب حديثي مع أيضا أخوة في القيادة الجديدة للمجلس الوطني، أكدوا أن المعيار هو معيار الكفاءة والتفرغ للعمل والإخلاص والاستعداد لبذل التضحيات في الفترة المقبلة، وهذه ما لها علاقة بمحاصصات ولا لها علاقة، وهذا تأكيد أنا حصلت عليه وأنت الآن أكدت عليه أكثر من مرة، واعتقد انه يعني الناس يجب ان تتوقف عنده، وهو مؤشر ايجابي يعني، وحيظهر نتيجة العمل. على كل يعني نحن في الختام نتمنى للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ان يخطو خطوات تحقق طموحات الشعب الإريتري في حياة افضل اولا، ونتمنى ان تسهم قيادتكم الجديدة في اداء العمل بشكل ايجابي وبمخرجات ايجابية. ونشكر لك أيضا يعني عناء المجيء إلى إذاعة إرنا والجلوس وتحمل الأسئلة
بكل صعوباتها وكل شيء، ولكن نحن يعني مدينين لك بالشكر والتقدير لحضورك وتقديرك لدعوتنا، ونتيح لك الفرصة الآن أيضا، ربما لم نسأل سؤال كان في ذهنك أو شيء، رسالة تود أن توصلها باعتبارك في القيادة الجديدة ونائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، فتفضل. شكري وتقديري لإذاعة الرينا وللمستمعين في كل مكان يعني، وبالذات في إريتريا. التغيير قادم، والنظام الدكتاتوري في إريتريا حيزال، ويعني حننعم بالحرية وحنحقق الديمقراطية والعدالة ونحقق دولة القانون. هذا ما أقوله يعني. الناس أن لا تتابع الأخبار المزيفة. أنا أتمنى الناس تكون على مستوى المسؤولية، تطرح أسئلتها بشكل طبيعي، ونحن على استعداد كامل لمناقشة كل القضايا الموجودة. وفي النهاية نحن بشر، ويعني وأخطأنا قد يكون موجود عندنا أخطاء، ما نقول نحن ما مخطئين، ولكن أدونا فرصة على الأقل نطبق، يعني نعمل حاجة من برنامجنا. يعني قبل الهجوم علينا ب24 ساعة واتهامنا بالفئوية، يعني فأشياء هذه بالمناسبة هي اللي بتعقد الأمور. فأتمنى من كل المستمعين والعقلاء أن يتصلوا بنا، بابنا مفتوح للمناقشة ونتعلم منكم، حتى مستعدين نأخذ منكم كل التوجيهات الموجودة على استعداد كامل، ونحن منكم وفيكم. يعني في نفس الوقت نحن لسه ما أخذنا حاجة، حتى الوظائف اللي أخذناها خاوية ما عندنا شيء، وخدمة لشعبنا وبالتحديد يعني. فأتمنى الأخوان اللي قاعدين يكتبوا بهذا الشكل أن نفتح معهم صفحة جديدة، وأنا على استعداد كامل عشان أناقش معهم إذا كان عندهم أي أقراض. وبعرف أنهم مهمتهم أنهم كمان عندهم المصلحة أن الناس ما تعيش التجارب السابقة، ونحن كمان بقول لكم بعودكم ما حنعيش في التجربة السابقة، وبدأنا صفحة جديدة، وأنتم كمان أبدوا معنا صفحة جديدة. والسلام عليكم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، ضمن برنامج تعليق على الحدث استغلينا مناسبة وجود الأخ الأستاذ محمد علي الشعب نائب رئيس القيادة المركزية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وأجرينا معه لقاء حول المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي والذي عقد في السويد. ناقشنا معه المخرجات وبرامج العمل والخطط والقيادة المنتخبة والانتقادات البناءة منها والهدامة وكل ما يتعلق، عاملين أن نكون أوصلنا لمستمعينا في الداخل وفي المهجر صورة واضحة حول المؤتمر ومخرجات المؤتمر. ونعدكم أيضا بأننا سوف نجري لقاءات أخرى مع القيادة الجديدة للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بهدف إيصال التطورات التي حدثت إلى الشعب الإريتري بشكل واضح، من أجل إدارة حوار بناء يهدف إلى إجراء التغيير الديمقراطي الشامل في إريتريا، وإحلال حكومة ديمقراطية تؤمن بالعدالة ودولة القانون والمواطنة. والتغيير قادم ويجب الاستعداد له والعمل من أجله. وفي الأخير شكرا موصول للأستاذ محمد علي الشعب القادم من مدينة ميلبورن إلى باريس، والشكر أيضا موصول لكل الأخوة الذين ساهموا في الإعداد لهذا البرنامج. شكرا جزيلا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية المقابلة التي أجريناها مع السيد محمد علي الشعب نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وتناولنا فيها أهم مخرجات المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي والذي عقد مؤخرا في السويد. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرينا. إريتريا تبدي استعدادها للتوسط بين الصومال وإقليم أرض الصومال. قال نائب رئيس وزراء الصومال مهدي محمد جوليد
بأن إريتريا أبدت استعدادها للتوسط بين بلاده وإقليم أرض الصومال المنفصل. قرقوا العشرات من المهاجرين الأفارقة قبالة السواحل التونسية. ذكرت منظمة الهجرة الدولية بأن 50 مهاجرا لقوا حتفهم ظهر يوم الجمعة الماضي على بعد 40 كيلومترا من شواطئ مدينة صفاقس التونسية. الولايات المتحدة الأمريكية تحث المجلس العسكري السوداني على سرعة تسليم السلطة للمدنيين. حث جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي المجلس العسكري في السودان على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد. وتحدث سوليفان هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان مساء يوم الأربعاء الماضي، معربا له عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تذكير بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وحتى الملتقى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم مجددا، لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.